قلت أنه وزير الاتصال اليوم كان في زيارة إلى وهران وأدلى بتصريح مهم. التصريح المهم هذا بخصوص الصحفي فريد عليلات الذي منع من دخول التراب الوطني قبل أيام. ونعاود نرجع أني تكلمت على الموضوع، وكاين قانون يمنع، لأنه كثير من الدول بما فيها بريطانيا، الحمد لله بريطانيا اللي هي دولة ديمقراطية، أو فرنسا، منعت مواطنين يحملون الجنسية البريطانية أو الفرنسية من دخول التراب، وراهم برا بدون يعني بدون بلد، راهم مش عارف راهم عايشين، وذكور وإناث، نساء ورجال. أنا كي قريت لقيت باللي كثير بتهمة المساس بالأمن القومي. كاين اللي كانوا في داعش، كاين اللي كانوا في القاعدة، كاين اللي شافوهم مع شبكات متاجرة بالمخدرات حاجات كبيرة، كاين اللي شافوهم متاجرة بالأسلحة، سجلوهم في قائمة الخطيرين، وجاتهم فرصة كي خرجوا ما خلوهمش يرجعوا. يعني جاتهم فرصة، لأن قال لك ما نوسخوش رواحنا، ما ندخلوا الحبس، ما نظلوا نشارعوا فيه، ما يدخلش اختيار ويروح بعدنا. بالنسبة لعليلات، الوزير اليوم وضح، قال أنه عليلات وش كاين هذا؟ الله يهديك، ربي يهديك والله العظيم. قال لهم حرق الراسة تاع جدك الحلوف بالحلوف. خليني ندير مباشر بكلمة مسخير، ما تصمتليش البث. قال له أنا على واحد بعينه، مشي عليكم كامل، حاشا. الوزير وضح اليوم الصورة بشكل يعني نحل كما يقول لك الناس العجار. قال فريد عليلات كمواطن جزائري جاي يزور مو بيو، مرحبا به، ما عندهاش مشكل. فريد عليلات كصحفي لجريدة أو مجلة عدوة غير مرحب به. أنا نظن ما كانش توضيح أكثر من هذا. جاي مواطن بسيط تشوف أمك وبيك، زيارة عائلية، مرحبا بك. جاي كصحفي ممثل لمجلة تتهجم على الجزائر وتعتبر في خانة وسيلة إعلام عدوة، ماناش مرحبين بك، ما نحتاجوكش. عليلات لما سألوه في المطار لماذا استغرق الوقت أكثر من 11 ساعة ولا 12 ساعة، لما سألوه وجدوا عنده مواعيد صحفية ولقاءات وأجندة، راح نتقابل مع فلان، راح نتقابل مع فلان، قال له غير مرحب بك، بغى على خير. تحب مرة أخرى تعاود تولي كفريد عليلات مواطن جزائري بدون نشاط إعلامي لهذه المجلة العدوة، ادخل كمواطن بشرط ما تدير حتى لقاء للمجلة هذه. إذا كان راك تخدم في قناة أخرى والله أوكي. إذا كان هذه المجلة اللي راهي عدوة مسجلة في خانة عدو للوطن، غير مرحب بك. أنا نظن باللي أمر واضح، لأنه أنا قبل يومين والله استغربت بصراحة، ما فهمتش وما حبيتش نسأل، لأنه لم أتلقى جواب. سألت قال لك ممنوع، خلاص ممنوع يدخل. اليوم الوزير مشكور وضح، قال احنا منعنا، الدولة منعت فريد عليلات كصحفي ممثل وعامل في مجلة عدوة، وجاي في عمل صحفي، جاي باش يدير لقاءات ويتلقى مع ناس وكذا وكذا وكذا، ويروح يزور فاميلته، يعني يضرب عصفورين بحجر. إذن في الحالة هذه غير مرحب به، ما نقبلوش. إذا كان يجي ويعلن أنه جاي في زيارة عائلية فقط، مرحبا به، يدخل داره ما عندوش مشكل.